السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ حلوين يا رب تكونوا بخير. فيديو معانا النهاردة هنعمل بيتي فور فاخر، طعمه تحفة وبيدوب كده في البق. هيعجبكم جدا لو مشيت على نفس الطريقة ونفس الوصفة بالظبط ونفس المقادير. وزي ما قلنا في الفيديو بتاع البسكوت، المقادير لازما يكون فيه ميزان علشان يكون بالجرام ومفيش حاجة تبوظ منك، لان زي ما احنا عارفين يعني الدنيا غلا وكده. فالمقادير ما تخدرش منك او تبوظ وتضطري ان انتي تخسري خامات. فامشي على المقادير بالظبط وهتدوقي احلى بيتي فور. شايفين الشكل والتزيين بتاعنا كمان تحفة ازاي؟ ركزوا لي بقى كده على التفاصيل وقولوا لي رايكم في اخر الفيديو. وما تنسوش اللايك، ولو اول مره تشوفيني ما تنسيش تدوسي اشتراك عشان يوصلك مني كل جديد. ده كده واحده معانا. شايفين اصلا الثلاث اشكال احلى من بعض، ثلاث طرق التزيين احلى من بعض. هنبدا بقى الطريقه بتاعتنا ونشوف المقادير بتاعتنا، ويا ريت زي ما قلنا نظبطها. معايا 750 جرام زبده، تكون بدرجه حراره المطبخ، تكون يعني مرهميه كده، لا هي ساقعه ولا هي سايحه خالص. وهننزل عليها ب200 جرام من السكر البودر، وهنبتدي نضربهم مع بعض كويس جدا لحد ما يهيشوا وحجمهم هيتضاعف كده، هيبقوا زي الكريمة معاكي. هنضرب بقى كويس جدا كده 750 جرام قلنا زبدة و200 جرام سكر بودر، هنضربهم كويس جدا. شايفين لونهم بيفتح ازاي؟ لو مش متوفر معاكي مضرب كهربائي، بالمضرب السلك عادي جدا. هنبتدي بقى اول ما يعيشوا كده ولونهم يفتح ويبقوا زي الكريمة كده زي ما انت شايفة، هنبتدي ننزل بصفارتين زائد آه، بيضة كاملة. تمام كده هنزل بالصفار زي الفيديو بتاع البسكوت بالظبط. هتنزلي واحدة واحدة، اول ما الصفارة هتختفي معاكي هتنزلي باللي بعدها على طول. يعني البيض كده زي ما قلنا 2 صفار. عايزاه ناعم خالص هيبقى 3 صفار. عايزاه وسط هيبقى 2 صفار وواحدة بيضة كاملة. عايزاه بقى ماسك نفسه هيبقى 3 بيض كامل. كده احنا قلنا التلات انواع اللي ممكن ان انتي تحتاجيهم في البيتي فور. هنا بقى شايفين الشكل بقى زي الكريمة خالص ازاي. هنبتدي ننزل بكيلو من الدقيق متعدد الاستخدام. ده نوع كده اسمه الكوثر اللي انا شغالة بيه في الفيديو. نزلت بكيلو الدقيق وعليه ذرة ملح، وهتبتدي تقلبي بصوابعك كده. الخليط مش هنعجن، هنقلب بصوابعنا كده اول بس ما الدقيق هيختفي معاكي كده. تمام. شايفين البيتي فور بتاع الكيس بيكون بيلزق كده وبيكون طري خالص كده، عكس المكنه. لو عايزاه في المكنه هتزودي 3 معالق من الدقيق. الكيلو شلنا منه، الكيلو دقيق اللي انا عملت بيه شلت منه 3 معالق علشان ده بيتي فور كيس. لو هتعمليه بالمكنه هتضيفي ال3 معالق دقيق او الكيلو كله. تمام. هنا بقى في الكيس ده بيكون ماسك نفسه، مش زي الكيس بتاع الكريمة لان كيس الكريمة هتقطع. ده كده متخصص في البسكوت والحاجات دي. وده القمع اللي عندك اللي انت هتشتغلي بيه بيدي شكل الوردة على حسب بقى يعني الشكل اللي معاكي ايه بالظبط. ده الشكل اللي موجود معايا. وهتبتدي تنزلي بالعجينة بتاعتك في الكيس، وهنقسمها 2 كده. دي الطريقة الصح لماسك الكيس الحلواني، ان انتي بتقسمي كده الكيس 2 علشان ايدك ما تتعبش وانت عمالة شغالة. وفي نفس الوقت العجينة برضو ما تفضليش تعجني فيها كده وهي جوه الكيس وتيبس معاكي. هنبتدي بقى نضغط على النص اللي هو التحتاني كده، واول ما العجينة هتخلص معانا او هتفضى هنبتدي ننزل من فوق من العجينة اللي معانا فوق ونشتغل. هبتدي بقى كده معايا صاج مش مدهون اي حاجة، وهبتدي انزل بالبيتي فور بتاعي. الرسمة بقى زي ما قلنا بتعتمد على شكل القمع بتاعك. هتبتدي كده ما شاء الله من كتر ما هو مقاديره مظبوطه محتاجتش ان انا اختبره. يعني احنا المفروض الحاجات اللي زي كده بنختبرها الاول كده 2 3 ولا حاجه في الفرن علشان نشوفه لو هيفرش معاكي
هيجراله اي حاجه تقدري انت تعالجي السبب. بس ده مقاديره مظبوطه بالجرام زي ما قلنا، امشي على المقادير بالظبط وهتاكلي احلى بيتي فور. هو ما شاء الله يعني حجمه ما زادش. ابتديت بقى ان انا كده رصيت الصاج بتاعي كله. انا هنا كده هقرب الشكل علشان تشوفوا العجينه بتبقى سهله جدا ازاي وهي نازله. شايفين سهوله العجينه؟ هيدخل بقى الفرن رف وسط درجه حراره 200 ربع ساعه، وهيكون جاهز معاكي. وما تعتمديش برضو على الربع ساعه بالظبط، انت برضو تابعي، لف الصاج كده، شوفي احمر من انهي جنب ولف الصاج، وتابعي البيتيفور بتاعك لحد ما ياخد اللون اللي انت حباه. ده كده قعد ربع ساعه في الفرن رف وسط درجه حراره 200، وتابعته، لفيت الصاج بتاعي، وده الشكل بتاعه والتحمير بتاعه ما شاء الله تحفه. شايفين ده اللون بتاعه كده من تحت، وده اللون بتاعه كمان من فوق، واخد تحميرة حلوة جدا ولون واحد وشكله جميل. كيلو دقيق هيعملك كمية ما شاء الله حلوة يعني. دي كده الكمية اللي طلعت معايا من كيلو الدقيق اللي احنا عملناه. لو وزنتيه هتلاقيه اكتر من كيلو بوتيفور طبعا. نيجي بقى للفقرة اللي انا بحبها اصلا وقريبة قوي لقلبي، ان احنا بقى نزين ايه البوتيفور بتاعنا. طلعي بقى الفن بتاعك وبدعي بقى ايه في المرحلة دي. انا هنا كده ما حشيتهاش، ما حشيتش البوتيفور بتاعي مربى. بيكون احلى لما بتحشيه شوكولاته. دي شوكولاته سبريد هنحشي بيها، ودي شوكولاته اللي هي اللي قدامنا دي الشوكولاته الغامقه دي مسيحاها على حمام بخار. والتزيين بقى دي طبعا ده على شكل لولي كده خرز، والاشكال دي على حسب انت عايزه تزيني بايه. هنزين بكذا طريقه وباذن الله الطرق كلها هتعجبكم. دي كده شوكولاته بيضه برضو مسخنه مسيحاها على حمام بخار، وحطيتها في الكيس ده عشان هنعمل بقى الشكل اللي انتوا هتشوفوه في الاخر. ابتدي كده اجيب الشوكولاته السبريد بتاعتي وهضيف بيها كده على البيتيفورة، وهلزق التانية. وحاولي وانت بتقطعي البيتيفور تظبطي ايدك علشان يكون كله حجم ومقاس واحد، عشان وانت بتلزقيهم على بعض يكونوا مظبوطين. هنبتدي كده ننزلها في الشوكولاته السايحه، وبعدين ننزلها في الاشكال اللي انتوا شايفينها دي كده. ده شكل كمان معايا. شايفين شكله مبهج جدا. التزيين ده بقى بتاعك انتي على حسب انتي وذوقك. ده كده شكل كمان معايا. هبتدي ان انا اضيف الشوكولات بتاعتي والزقهم على بعض، وهنضيف برضو من الشوكولاتة السبريد فوق، او من الشوكولاتة اللي هي الدارك الغامقة دي. وبعدين اول ما هتحطي اللولي بتاعك هيلزق ومفيش اي مشاكل وهيكون تحفة. في طريقة كمان ان انا كنت بقى بغمز البيتيفورة كده في الشوكولاتة الدارك بتاعتي، وبعدين بسيبها تهدى، وبالشوكولاتة البيضة دي كده بتخرمي الكيس خرم رفيع جدا، وبتبتدي ان تنزلي كده عليه خطوط من الشوكولاتة البيضة، مدي شكل تحفة وشكل جمالي جدا. بس دي ما اتصورتش في الفيديو. دي بقى الاشكال بتاعتي، وزيني بقى زي ما انت عايزة وبتاعي فيه. وشايفين دايب جدا ازاي؟ انا هنا كده بوريكم قد ايه هو هش ودايب، وطعمه كمان تحفة. الشوكولاتة بتضيف له طعم احلى من المربى كمان. ده كده الفيديو بتاعنا النهاردة، قلنا فيه كل حاجة، واتمنى الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.